السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا ابطال ثالثه ثانوي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو بتاعي مختلف تماما عن كل مره، لان انا النهارده جايه لك باقوى حل للبعبع الثانويه العامه. بمعنى اصح، الناس كلها بتقول ان الفيزياء بعبع الثانويه العامه، مش العامه بس، الازهريه كمان. الفيزياء بصفه عامه مرعبه. جايه لك النهارده باقوى حل ليها ان انت تقدر تلمها. عارفه ان عدى وقت من الاجازه اللي كانت قبلها، بس الوقت اللي جاي كفيل ان انت تقفلها باذن الله. بس قبل اي حاجه، زي ما اتعودنا كل مره، ما تنساش تدعي كل الناس تظهر دلوقتي قدامك على الشاشه ان ربنا يوفقهم ويكبر بخاطرهم ويفرحهم ويحققوا احلامهم باذن الله، وانت كمان تحقق حلمك باذن الله وتطلعوا من السنه دي كلكم مجبورين الخاطر ان شاء الله. وما تنساش تعمل لايك وشير سبسكرايب القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدا ونشوف احنا هنعمل. الاول عايزه اتكلم معاكم بخصوص حاجه مهمه جدا. الناس اللي واقفه عند نقطه الصفر من وقت امتحان الكيمياء لحد النهارده، انت غلطان. الكيمياء عدى. عارفه انه كان صعب، بس ما كانش صعب عليك لوحدك، هو كان صعب على كله بصفه عامه. آه خليكوا واثقين ان دايما حسابات ربنا مش زي حساباتكم. انت حسبت لنفسك ان انت مش تنجح في الماده دي، والله تلاقي نفسك ناجح فيها ومعدي فيها. ولربما مش خليكم متاكدين تماما ممكن تقفل الدرجة. قول يا سيدي يوم ما تنقص فيها تجيب 55 من 60 وانت حاسس من جواك ان انت هتشيلها. اوريدي خليك واثق ان ربنا مش هيضيع تعبك. انت تعبت في المادة دي، ربنا هيديك والله فيها كتير جدا. نتيجتك في الامتحان او مجهودك في الامتحان مش هو اللي بيتحسب لك، مختلفة تماما عن اللي انت ذاكرته وعن اللي انت كتبته في الامتحان وعن كل مجهودك طول السنة. بالعكس، انت لو ربنا ما قررش ليك ان انت تدخل طب او صيدلة وانت كنت مموت نفسك على الكتاب 24 ساعة، مش هتدخل. لو حد تاني يا دوبك ذاكر كده قبل الامتحان بشهر او شهر ونص وهو اصلا مكتوب له ان هو يدخل طب او صيدلة، هيدخل. فهي دايما بحسابات ربنا. ادعي دايما ربنا، والدعاء بيغير القدر. اوريدي افضل ادعي بقى كتير على قد ما تقدر. واكيد كلكم دعيتوا في العشر الاواخر، العشر الاوائل سوري من ذي الحجه، ان ربنا يوفقكم وان شاء الله والله ربنا يستجاب. وانا دعيت لكم كتير جدا ان انتوا تطلعوا من السنه دي مجبورين الخاطر، كل واحد يدخل الكليه اللي هو نفسه فيها. امتحان الكيمياء خلص، يلا نبص للفيزياء بقى، لان الفيزياء ده بعبع الثانويه العامه. بعبع بمعنى اصح. الناس كلها بتخاف من الفيزياء. انا وقت السنه بتاعتي كنت خايفه من الفيزياء. مفيش حد بيدخل امتحانات مش خايف من الفيزياء. الطريقه بتاعت لم الفيزياء بقى تبقى ازاي؟ هو اي نعم هيبقى كامب برضو، بس الكامب المره دي بطريقه تانية تماما. ازاي بقى يا سلمى الطريقه التانية دي؟ انا هقولك هنعمل الكامب ازاي. طريقه مريحه، طريقه حلوه، هتخلي الكل يلم المنهج، هيخليك تراجع على ادق التفاصيل اللي موجوده في الفصل. وانا هبقى مشرف بس مش هعمل حاجه. ازاي مش تعملي؟ يعني مش انا اللي هجيب الملخصات وانتوا هتعملوا؟ لا 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 خالص. تعالى اقولك هنعمل ايه، علشان الطريقه دي حلوه جدا وانا عايزاكم تطبقوها، علشان دي الطريقه الوحيده اللي انتوا هتقدروا تلموا بيها المنهج حتى لو مفتحتهاش ولا مره. هنعمل ايه بقى؟ انا مثلا كسلمى ومعايا كذا بنت في الجروب او كذا ولد في الجروب ايا كان في الكامب. انا النهارده هاخد الفصل الاول، انت هتاخد الفصل التاني، غيري هياخد الفصل التالت. انا ملزمه ان انا اذاكر الفصل الاول ده زي اسمي، اطلع فيه كل حاجه. يعني التعريف هتقولي احنا اختياري، هقولك انت ناسي ان انت معاك ازهر هيمتحنوا بعد العيد زيك. فهي الطريقه هتبقى للكل. انا مثلا لو ازهريه هطلع التعريفات، هطلع بما تفسر، هطلع علل، هطلع اي حاجه بقى موجوده في الفصل. المسائل الصعبة، المسائل اللي محتاجة تفكير، المسائل اللي انا لازم اضغط عليها، كل ده هيبقى قدامي نوت انا هكتب كل حاجة فيه. يعني انا هبقى بدون كل حاجة في النوت ده. عملت انا في الفصل الاول، انت كمان هتكون بتعمل في الفصل التاني، وغيرنا بيعمل في الفصل التالت، وهكذا. هتقولي يعني انا كده مش هبقى بذاكر زي اللي معايا في الكامب؟ يعني انت مش تعملي معانا تقول مثلا ذاكر الفصل الاول ذاكر الفصل التاني؟ لا، مش كده خالص. لان انا مثلا مذاكره الفصل الاول كويس قوي، غير مذاكر حديثه كويس. فاحنا مش كلنا مذاكرين كهربيه ومش كلنا مذاكرين حديثه. فانا عايزاك تختار الفصل اللي يريحك، بس تعمل الحاجه اللي انا بطلبها.
اللي هي زي ما انا قلت من شويه. خلاص كده انت مثلا معاك الفصل الاول غيرنا مع الفصل التاني غيرنا مع الفصل التالت. هقسمها بمعنى اصح ان هو في الايام اللي باقيه تكونوا خلصتوا الفيزياء ولمتوها وقفلتوها باذن الله. هنعمل ايه بقى في الفيزياء؟ خلاص انا معايا الفصل وانا خلصته ولميت كل حاجه فيه، جيت بالليل كان اليوم خلص. انا مثلا هبقى محدده لكم وقت بدايه المهمه دي ونهايتها، تبقوا كلكم ملتزمين بالوقت ده. انا جيت بقى في الوقت ده بالليل هعمل ايه؟ هتيجي زي الشاطر بعد ما تخلص تروح جاي رافع النوت بتاعتك مصورها ورافعها في الكامب. هتقولي رافعها في الكامب ليه؟ هما هيذاكروا اللي انا طلعته؟ لا، هما اللي انت طلعته ده هيبصوا عليه، بس هما هيطلعوا برضو، بس عشان هما بيطلعوا الاسئلة او اي حاجة ما تكونش هياها. فلما كل حد يعمل كده، نفترض كل اللي في الجروب بتوع 300 حد عمل كده في الفصل الاول، الفصل التاني، الفصل التالت، هكذا. انت بقى معاك كل الافكار في الفصل الاول، كل الافكار في الفصل التاني، كل الافكار في الفصل التالت، كل الافكار في الحديثة. هتبقوا ملمين بكل حاجة موجودة في المنهج، مفيش حاجة ناقصاكوا. دلوقتي هتبقى انت بتتشارك مع زميلك مع كله بالمعلومات. يعني انا خلاص جبت يجي 7-8 مسائل كانوا مش كويسين صعبين جدا، غيرنا جاب مسائل تانية، غيرنا جاب مسائل تالتة. بس ايه اللي هيحصل؟ انا النهارده كنت بذاكر الفصل الاول وطلعت الحاجه اللي عليه. اول يوم ده مش هيكون كلكم واحد، يعني انت هتكون لسه بتذاكر الفصل الاول لاول مره، مفيش حد قبلك في الكامب لسه ذاكره، فمش مشكله تيجي تعيد في الاخر الحاجات اللي هما جمعوها. طب تاني يوم بقى اللي هيجي يذاكر الفصل الاول هيذاكر الفصل الاول كويس جدا، بعد ما يذاكره هيطلع الاسئله بتاعته ويصورها ويبص على اسئله صاحبه بتاعه امبارح، فيبص عليها ويذاكرها كويس جدا. فانت كده ملم في الفصل الاول كل الافكار. اللي هيجي تالت يوم هيعمل نفس الحوار، اللي هيجي رابع يوم هيعمل نفس الحوار. هما I think ان هما يبقوا 4 ايام تقريبا اللي لسه، صح؟ هو في الحدود دي او 3 ايام، فمش مشكلة. احنا هنحاول نلم ال8 فصول في الايام دي، وهخليكم يبقى معاكم وقت ان انتوا تراجعوا فيها من الاول تاني او تراجعوا الحاجات اللي هما طلعوها. فانتوا معاكم وقت كويس جدا ان انتوا تقدروا تلموا باذن الله. لقيتها ان هي مناسبة ان انت في الوقت ده تكون ملم بكل حاجة، واللي هيجيب مثلا حاجة من مصدر يقول انا جبتها من المكان الفلاني بالحاجات الفلانية، فهتبقوا بتساعدوا بعض، تبقوا بتتشاركوا المعلومات. فدي حاجة حلوة علشان اي حد عنده خلل في اي حاجة او اي حاجة وقع منه يقدر ان هو يلمها باسرع وقت، بدون بقى ما يكون متعقد من المادة ولا من الامتحان، وعشان ما يحصلش نفس اللي حصل في الكيمياء. ده كانت فكرة الكامب الجديد او الطريقة الجديدة، وهي طريقة مناسبة جدا للكل. عجباك انزل تحت في الديسكريبشن بوكس، هتلاقي ان انا حاطه لينك الكامب باذن الله اللي احنا كلنا هنتجمع فيه. يا ريت اول ما تشوف الفيديو ده تدخل على طول علشان نبدا على طول، عشان ما نضيعش وقت اكتر من كده. اقول قولي هذا واستغفر لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.